العمليات تنفع طبعا بس لوقت معين، يعني لناس معينة. أنا النهاردة وزني فوق 150 كيلو والدكتور منعني لسبب ما، عندي لا قدر الله حاجة في الرئة أو حاجة في القلب، إن أنا أعمل أي مجهود بدني. اعمل العملية، ما تستسهلش. يعني لو أنت ما عندكش سبب مقنع إن أنت تعمل العملية يبقى ما تعملهاش. لأن أنت بعد ما تعمل العملية الطبيعي الدكتور هيقول لك إيه؟ محتاج بعد العملية تتمرن وتمشي على نظام غذائي علشان ما ترجعش تتخن تاني. فهي دي فكرة العملية، سواء بقى شد جلد، سواء الرنج، سواء التدبيس المعدة، سواء أيا كان العملية إيه، لازم هتعمل رياضة وتمرين بعدها، لازم تعمل رياضة ونظام غذائي بعدها. أنا مشكلتي معاها إيه؟ إن الناس بتعملها عمال على بطال وبيرجعوا يتخانوا تاني. دي أول سبب. تاني سبب إن أنت لما هتعمل العملية جسمك مش هيبقى حلو. هقولك ليه. أنت النهاردة استيعاب جسمك للأكل هيبقى قليل جدا. أي عملية منهم مش تاكل كويس، مش تقدر تاكل بروتين كويس، مش تقدر تدخل احتياج جسمك من البروتين، مش تقدر تدخل احتياج جسمك من الكارب، هتتعبك. فطبيعي لما ما تدخلش جسمك السعرات الحرارية اللي هو محتاجها هتخس. فانت هتخس ايه؟ هتخس عضل وهتخس دهون. فهتبدأ ترجع في نفس القصة، هيبقى شكلك تعبان، هيبقى شكلك هزيل، كتافك دي هتقع، جسمك هيبقى عامل كده، مفيش اي حاجة تستدعي ان انت تدخل في المرحلة دي. نفس الكلام في الحقن دي بتسد الشهية تماما، بس وبعدين ترجع تتخن تاني لو بطلتها. فانت كده ما عملتش حاجة، انت دفعت رقم كبير قوي في الحقنة وما بتمشيش عليها شهر، وبعدين متعبة ان على طول تعبان، على طول هزلان، على طول مزغلل، تخليك ترجع كتير، بتخليك مودك مش حلو، مقريف، مش قادر تتحرك، بتخلي المود العام كله مش لذيذ. انت لو انت ماشي في الكورس بتاع الحقن بتاع الساكسندا او الحقن دي، انت المفروض هي ليها طريقه معينه، حاجه اسمها البيراميدز، بتطلع بالدوز بتاعتها وبتنزل تدريجي. يعني انت الناس في ناس بتوصل ل 12، انت محتاج ال 12 دي ما تقطعهاش مره واحده، لان انت لو قطعتها مره واحده هتاكل على طول، هتاكل كل الناس اصلا، هتاكل كل حاجه. لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.